يعني كامل ابو علي مصلحه المصري فوق اي اعتبار. كابتن مستر او زي ما بيقولوا يعني مستر كامل ابو علي قال ان مصلحه المصري فوق كل اعتبار، وحصل نوع من الجدل الكبير جدا بعد تصريحات كامل ابو علي بان هو مع عمرو الجنايني في المغرب اثناء رحله نادي الزمالك مع للمغرب، ونزلوا في فندق كامل ابو علي هناك مع لقاء المغرب الفاسي. قعدوا وخلصوا يمكن 4 صفقات، واحنا قلنا هنا يوم الخميس حارس المرمى الشناوي، الياسو، مؤمن زكريا، وحسام حسن، ده اللي اتقال. فبيقول ان هو كان سعيد جدا بهذه الصفقه اللي هو كامل ابو علي، على اساس ان لعيبه النادي المصري يعني ايه، يعني مستواهم يحافظوا عليه، على اساس لما يرجع النادي المصري للدوري يبقى الولاد على مستوى فني وبدني مستوى عالي. يمكن ده تصريحات مستر كامل ابو علي، وابدا ارتياحه لعرض نادي الزمالك بضم الرباعي اللي احنا قلناه من شويه لنادي الزمالك، على اساس ان هم يفضلوا مستمرين في فورمتهم الرياضيه، خاصه ان مفيش يعني نشاط هيقام في بورسعيد او خاص بالنادي المصري لمده 2 أو سنه، والسنه الثانيه هيبقى في الممتاز به. طبعا الامور هتبقى صعبه. تمنياتنا للتوفيق بكل الانديه مع مجموعه كبيره من اخبار النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل.